العاملان ليون إس كينيدي وكريس ريدفيلد يتعاونان في مواجهة تهديد غامض. يحاول ليون إنقاذ الدكتور تايلور من خاطفيه، بينما يحقق كريس في تفشي الزومبي في سان فرانسيسكو. يتعرضون لمخاطر عدة ويكتشفون أسرارا مروعة تتعلق بتجارب علمية سابقة على البشر. اليوم سنلخص قصة فيلم Resident Evil Death Island. في بداية حادثة تدمير راكون سيتي، قامت شركة أمبريلا بتعيين أعضاء من شركة عسكرية خاصة للمساعدة في إجلاء كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين في أمبريلا. تم نشر الوحدة السادسة المكونة من 10 أعضاء يتكونون من كارل وجي جي وديلان بليك و7 آخرين في المدينة لإخراج المسؤولين المتبقين الذين ما زالوا محاصرين بداخلها. وقد وصلوا خارج الحدود، حيث يمنع جنود USS المدنيين من الهروب ويسمحون للمسؤولين بالمغادرة بحرية. تتقدم الوحدة في عملياتها ولكنها تعاني من هجوم الزومبي، وكان جي جي وديلان هما الوحيدان اللذان بقيا خاليين من الإصابة بتي فيروس. يتصل جي جي بالمقر الرئيسي لطلب الإخلاء للحصول على رعاية طبية فورية، ولكن يطلب منه عزل بقية الوحدة وانتظار المزيد من الأوامر، الأمر الذي يصدم جي جي ويغضب ديلان. بينما ينتظر الاثنان، يأمر المقر الرئيسي الاثنان الناجين بتصفية المصابين، وعندها فقط سيأتي الإخلاء. يتجادل ديلان مع جي جي حول أخلاقيات القتل الرحيم لرفاقهم، وهو ما يبرره الأخير كضرورة. وبينما كان الاثنان يتصارعان على البندقية، قام الجنود المصابون بتحطيم النافذة الفاصلة. نجح جي جي في استعادة السيطرة على البندقية والدفاع ضد الحشد مع انبطاح ديلان، متوسلا جي جي بالتوقف. نحن الآن عام 2015 في سان فرانسيسكو، حيث تم تكليف عميل الدي اس او ليون سكوت كينيدي بإنقاذ الدكتور أنطونيو تايلور واحتجازه بعد أن قام مهندس الروبوتات الرئيسي ببيع معلومات سرية إلى كيانات أجنبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. عندما علم قسم شرطة سان فرانسيسكو بموقعه، قام بنشر قوات سوات لاستعادته، لكنهم تعرضوا لنيران من مجموعة مجهولة تختطف تايلور وتنقله في شاحنة. يتم إرسال ليون لاعتراض عملية الاختطاف واستعادة باحثي داربا. لاحظ ليون الشاحنة وطاردها على الطريق السريع، وسرعان ما تعرض للمضايقات من قبل سائقة دراجة نارية تعمل مع الخاطفين. وعندما يدخلان النفق، تحرر الفتاة السيارات من الشاحنة، لكن يتفاداها ليون. تنتهي المواجهة عندما تقفز الفتاة على دراجة ليون النارية وتسحب الكوابح، مما يلقي بليون متدحرجا على الطريق، وخسر دراجته التي كان يحب. سائقة الدراجة النارية بدون خوذتها، والتي تم الكشف عن أنها ماريا غوميز. على شاطئ سان فرانسيسكو، اكتشف المدني ويليام جانر جثة حوت جرف إلى الشاطئ. وصلت كلير ريدفيلد للتحقيق، وحددت نطاق العضة وقوتها أكبر من أن تكون سمكة قرش، وللتأكد من ذلك أخذت عينات من الحمض النووي وأعادتها للتحليل. في الآونة الأخيرة ابتليت سان فرانسيسكو بسلسلة من جرائم القتل المرتبطة بمرض أكل لحوم البشر. جاءت جيل فالنتاين بمفردها للتحقيق في أحد المنازل، تعثر على جثة امرأة، وأثناء بحثها يهاجمها زومبي، تلقي بنفسها والزومبي من الطابق العلوي لتستقر فوقه وتقضي عليه. اقتحم كريس ريدفيلد المنزل مع فريق سوات ووبخها بسبب سلوكها المتهور. تم تطهير المنزل وأخذ الجثة لمزيد من الفحص والتحليل. بعد ذلك قام كريس بزيارة مستشارة BSAA ريبيكا تشامبرز، التي أبلغته عن الحالات 12 للعدوى الغامضة التي ابتليت بها المدينة. يتم تحديد أن جثة الشخص المصاب تحتوي على سلالة متقدمة من تي فيروس، والتي لا يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء أو اللعاب، ولا توجد عليهم آثار عض. وعندما يعض أحدهم شخصا آخر لا يتحول، لكن يتوفى متأثرا بجراحه. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى جميعهم علامات إبرة على أجسادهم، مما يشير إلى وسيلة مباشرة للعدوى. يشكو كريس لريبيكا بشأن تهور الجيل المستمر، الذي تفسره ريبيكا أن أفعالها المتهورة هي نتيجة شعورها بالذنب والرغبة في التكفير عن أفعالها في كيجوجو قبل 6 سنوات. بعد محادثتهما، قام كريس بزيارة جيل في ميدان الرماية، وأعرب عن رغبته في منعها من المشاركة في العملية بسبب مخاوفه المتزايدة. لكن جيل ترفض هذه الفكرة بشدة، وتروي جيل السنوات التي قضتها تحت سيطرة ويسكر، وكانت تحاول قتل أصدقائها رغما عنها. يخبرها كريس عن بيرس نيفنز الذي وضعه تحت جناحه في غياب جيل، والذي ضحى بنفسه لإنقاذه. ومع استمرار الحرب على الإرهاب، وأصبح الأمر معتادا،
فإنهم يعانون من التراخي وعدم الحذر، ويشعر كريس بالقلق من أنهم سيفقدون أهدافهم قريبا. لكن جيل تنظر فقط إلى المهمة الحالية، حيث يتم إجبار الأبرياء على القتل، وتريد تقديم المسؤول إلى العدالة قبل أي شيء آخر. في منشأة سرية أسفل جزيرة ألكاتراز، يقوم ديلان وشريكته ماريا بفحص عمل الدكتور تايلور الأخير في تطوير نماذج أولية للأسلحة البيولوجية، ويأمران بنقلها إلى الإنتاج الضخم. يلعب ديلان مع تايلور من خلال لعب الروليت الروسية بمسدسه. كلاهما نجا، وأقنع ديلان أنهما مقدر لهما أشياء أخرى. في مختبر BSAA، يلتقي كريس وجيل مع كلير وريبيكا لمناقشة النتائج التي توصلوا إليها. تكتشف كلير أن الحوت كان يسبح حول محمية فارالونز البحرية الوطنية الكبرى، مثل العديد من الحيتان الأخرى التي اختفت مؤخرا. وبالمثل فإن الحوت مصاب بنفس سلالة تي فيروس الموجودة في الجثث البشرية، مما يؤكد وجود صلة. ولحسن الحظ بالنسبة لBSAA، فإن هذه السلالة من تي فيروس تشبه بدرجة كافية السلالات الأخرى التي واجهها BSAA، ويجب أن تكون اللقاحات الموجودة كافية. في هذه الأثناء يتوجه كريس والآخرون إلى جزيرة ألكاتراز متنكرين في هيئة سائحين. عندما وصل السائحون إلى الجزيرة، يهرب تايلور من خاطفيه ويختبئ. في هذه الأثناء يرى ديلان دخول كريس وجيل إلى السجن. يقوم بتفعيل شيئا ما تطلق الإبر على السياح. يصور أحد المؤثرين على يوتيوب يدعى زاك كريس وهو يطلق النار على زومبي قبل أن يتحول هو إلى زومبي، ويهاجم المصور الخاص به. وسرعان ما يتحول المزيد والمزيد من الناس إلى زومبي، مما يجعل من الصعب حماية السياح غير المصابين. تقوم كلير بإحضار الأشخاص إلى الكافيتيريا بحثا عن الأمان، لكنهم سرعان ما يبدأون في التحول. في هذه الأثناء يتقاتل كريس وجيل خارج الزنازن بشراسة مع الزومبي، مدعومين بحارس مسلح واحد. يسقط الحارس في حفرة في المجاري، وتقفز جيل خلفه لإنقاذه، لكنه يتحول إلى زومبي لتقضي عليه جيل في النهاية. في هذه الأثناء انتقل كريس إلى مستوى أعلى، حيث أطلق النار على الزومبي من نقطة أعلى. في هذه الأثناء أطلق ديلان أخيرا نوع جديد من اللاعق مع الحمض النووي البرمائي للبقاء على قيد الحياة تحت الماء. بينما يشاهد ديلان كاميرات المراقبة، يفكر في إطلاق النار على نفسه مرة أخرى. في الفلاش باك تخلص ديلان وجي جي من الزومبي، وعلى الرغم من تعرض جي جي للهجوم، يتقاتل الاثنان حول البندقية مرة أخرى، حيث يسعى جي جي إلى منع القتل الرحيم، ولكنه يستسلم أخيرا عندما تنطلق رصاصة من البندقية في ساقه. بالعودة إلى السجن، اكتشف كريس وكلير أن أجهزة الراديو الخاصة بهما قد تم التشويش عليها ولا يمكنهم طلب الدعم. يناقشون المغادرة، لكن كريس يرفض لأن جيل لا تزال موجودة في مكان ما، وقد تكون في ورطة. خلال هذه المحادثة وجدوا الناجي الوحيد المتبقي، توني ديفيس. في هذه الأثناء تواصل جيل استكشاف المجاري، حيث تدخل فجأة في قتال مع ليون الذي اعتقد أنها غريبة، ولكنهما يتعرفان على بعضهما البعض. يواجه الاثنان في البداية سائحين زومبي، لكنهما قتلا على يد لاعق. يظل ليون صامتا على أمل ألا يشعر بهما اللاعق، لكنه يمر بجيل وينتبه لهما. بينما يهرب الاثنان يلاحظون المزيد من اللاعقين ويطلقون الرصاص عليهم، ولإنهاء الأمر بسرعة يقضي عليهم ليون بالمتفجرات. في الطابق العلوي يذهب كريس وجيل مع ديفيس الذي يستفز كلير بشأن تصرفات تيرا سيف المثيرة للجدل في حادثة مطار هارفارد فيل. بينما تكون كلير مشتتة، يغادر ديفيس ويتعرض لهجوم من قبل زومبي ويعاني من إصابة طفيفة، ولكن لا تظهر عليه أي علامة على الإصابة. أثناء التقدم في النفق يستشعر ليون لتيار هوائي. يكسر ليون الجدار ويكشف عن مدخل سري يأخذهم هذا إلى المنشأة التي تحتضن فيها يراقات اللاعق. في السجن يتم وخز عائلة ريدفيلد في رقبتهم بواسطة طائرات بدون طيار، مما يؤدي إلى إعاقتهم. يحاول ديفيس الركض، لكن ماريا حاصرته. بالعودة إلى المدينة تكتشف ريبيكا أن ليون يعمل أيضا على القضية المتعلقة بألكاتراز، وتتواصل مع هانيغان الذي يخبرها أن شخصا ما اخترق خادم وزارة الدفاع وسرق معلومات حول قضايا الإرهاب البيولوجي السابقة التي يرجع تاريخها إلى راكون سيتي، والتي تشمل كريس وجيل وليون وكلير. نظرا لعدم وجود اتصال مع الفريق لمدة ساعتين، قررت ريبيكا الذهاب مع فريق سوات إلى الجزيرة مع اللقاح الذي تم إنشاؤه حديثا. بينما يقوم ليون وجيل بالتحقيق في مستودع الأسلحة،
يكتشفان مخططات لطائرات البعوض بدون طيار التي تصيب الناس. يدعوهم ديلان إلى زنازين السجن، حيث يجدون زملائهم وديفيز الذي يعرفه ليون بأنه أنطونيو تايلور. باستخدام الطائرات بدون طيار يصيب ليون بالفيروس. من خلال تقديم نفسه أكد ما أصبح واضحا الآن أن ديلان استولى على نقابة أرياس الإجرامية، ويريد أن ينشر الدرون البعوض لنشر التي فيروس في العالم كله. بينما تسعى ماريا للانتقام لمقتل والدها، يسعى ديلان للانتقام بسبب إحداث راكون سيتي واضطراره لقتل زميله، حيث يرى أن المدافعين عن العالم هم الطرف المذنب الحقيقي. ليون أفضل عميل DSO الذي يساعد في التستر الحكومي، وكلير من مؤسسة تيرا سيف الخيرية التي يسخر منها لأنها لا تفعل شيئا. كريس من BSAA، وهي منظمة فاسدة مملوكة لشركات الأدوية التي تنشر الحرب، ولكنه يسمح لجيل بالذهاب دون الإصابة. في هذه الأثناء أطلق ديلان النار على أنطونيو، تهاجم ماريا جيل، ويرمي ليون قنبلة ضوئية ليمنح جيل فرصة للهرب. قتل فريق إنقاذ ريبيكا على يد قرش أثناء عبورهم إلى ألكاتراز، على الرغم من نجاحها في جلب اللقاحات إلى المنشأة. يبدأ ديلان بإطلاق البعوض، ويخبر ديفيس كلير كيفية اختراق كمبيوتر ديلان وإيقاف العملية. في هذه الأثناء تتجه جيل خلف ديلان وتلتقي بريبيكا ومعها اللقاح، وتخبرها بالإسراع لإنقاذ الفريق. بعد أن تعالج ريبيكا الآخرين تهاجم ماريا ليون، وبعد مواجهة طويلة تم دفع ماريا إلى عارضة معدنية وتم خوزقتها. في هذه الأثناء تواجه جيل ديلان الذي يصيب نفسه بالعدوى ويسقط للخلف في الماء، ليظهر كوحش عملاق بعد أن اندمج مع ميغالودون. يقاتل كريس وكلير وجيل وريبيكا وليون ديلان، ولكن حتى مع استخدام قاذفة الصواريخ فإنهم يواجهون مشكلة. يأمر ليون كلير وريبيكا بالتوجه إلى أجهزة كمبيوتر ديلان لوقف إطلاق الطائرات بدون طيار. استولى ليون على شاحنة الوقود، فصدم ديلان وألقى قنبلة لجعلها تنفجر، ولكن هذا لا يقتل ديلان. بينما تتمكن كلير من الوصول إلى أجهزة كمبيوتر ديلان، يتعرض الآخرون للضرب من ديلان، مع إمساك جيل لبندقية بلازما من الجيل التالي. يستقل كريس وليون سيارة جيب لإلهاء ديلان أثناء شحن البندقية. على الرغم من نجاح جيل في إطلاق النار، إلا أن ديلان لم يقتل على الفور واستمر في هياجه. في هذه الأثناء سيطرت ريبيكا على الطائرات بدون طيار، وبدلا من إغلاقها أمرتهم بإصابة ديلان بكميات هائلة من التي فيروس. يبدأ ديلان في التدهور والضعف الشديد. تشتت جيل انتباه ديلان لمنعه من الهروب، مما يمنح ليون وكريس وقتا لإعداد صاروخ آخر. تحمل جيل حقيبة مليئة بالمتفجرات، وتسمح لديلان عمدا بإمساكها حتى تتمكن من إدخال الحقيبة في فمه، وتسبح بعيدا. وأطلق ليون وكريس الصاروخ على الباب لينزل فوقه وتنفجر حقيبة القنابل. مع رحيل ماريا وديلان يلتقي الخمسة على سطح الجزيرة، حيث ينتظرون مروحيات الإنقاذ. يهنئ كريس جيل على جهودها، وهو سعيد بعودتها إلى سابق عهدها. إلى هنا ينتهي الفيلم، فما رأيك؟ اكتبه في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب. إن كنت من محبي لعبة Resident Evil أخبرني بذلك. إلى اللقاء.